السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح اشرح النشر في كل الجروبات او عند كل الاصدقاء بضغطة زر. الشرح مقدم من افكار عربية. شرح اليوم راح يكون بسيط، عبارة عن موقع بينشر بدالك بكل الجروبات او عند كل الاصدقاء. تابعوا معي، هاي رابط الموقع. نستنى الخمس ثواني، نضغط على تخطي الاعلانات. مثل ما بنلاحظ فتح الموقع، نضغط على جيت توكن، بياخدنا على تطبيق فيسبوك، بيقلنا انه بده يوصل لصفحتك الشخصية العامة، قائمة الاصدقاء واخر الاخبار لديك. نضغط موافق، بيقلنا يرغب بالنشر لدى اصدقائك، كمان موافق. بيرجع برجعنا على الموقع، بنضغط جيت توكن مرة تانية، بيقلنا كمان انه التطبيق يرغب بالوصول الى صفحتك الشخصية العامة، موافق. بالنشر لدى اصدقائك كمان موافق. بإدارة صفحاتك، يعني بده ينشر بصفحاتك، اضغط موافق. منلاحظ انه طلع لنا رابط فوق، منلاقي كلمة access token وبعدها يساوي. منبلش من بعد اليساوي، ناخد الأحرف الموجودة اللي عند إشارة الإند مثل ما أني شارح لكم بالضبط، منحطهم مكان الأكسس توكن. نضغط لود ناو. مثل ما منلاحظ فتح لنا نافذة فيها يور مسج، او وتحت عندك خيارات بوست تو ال جروبز او بوست تو ال فريندز، وهون عندك خيارات اذا بدك تحط صورة مع البوست. نجرب نحنا بوست تو ال جروب، نجرب مثلا نضغط جو. منلاحظ انه بلش ينشر بالجروبات، بيعطينا بوستنج ورقم من 100 هو عدد الجروبات عندي. وهيك بنكون انتهينا من شرح الموقع. هلا اذا بنحب نوقف التطبيقات، وهي لازم خطوة ضرورية نوعا ما، ان التطبيقات يعني ما بيشكلوا اي خطر، بس يفضل ما تترك اي تطبيق موجود بحسابك. من الاعدادات، مثل ما لاحظنا من اعدادات الحساب بعد ما نضغط على التطبيقات منلاقي انه عنا هون التطبيقات تبع الموقع هن النوكيا وات ايفر. يفضل اي تطبيقات ما بدك اياهم تضغط على الاكس، بيعطيك انه تأكيد ازالة، بتضغط ازالة بينحذف التطبيق من عندك. يفضل ما تترك ولا تطبيق شو ما كان، هي خارج نطاق الدرس، خليها عندك فكرة. افضل 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 انك تحذف كل التطبيقات وما تترك ولا تطبيق الا اللي بتحتاجهم. بالنهاية لا تنسوا دعوة صالحة لاخوانكم في سوريا، وسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وشكرا كتير على المتابعة.